عليا الطلاق بالتلاتة زي الرجالة، عليا الطلاق بالتلاتة زي الرجالة. شوفوا عليا الطلاق بالتلاتة زي الرجالة، دي تالت مرة. ما بخاف من حد غير من ربنا بس. خلاص؟ أي حد تاني أقسم بالله الأسامي على التراب. أنا بروح أي مكان وأي بصوا في أي مكان وفي أي منطقة وبطولي، ولا بروح بشنبة ولا بروح على شنبة. السلام عليكم. ليلى الشبح، مين هي ليلى الشبح وايه قصتها؟ ده اللي هتعرفوه معايا في فيديو النهارده. فلو بتشوف الفيديو ده دلوقتي اتمنى منك تشوف الفيديو للاخر ولايك وكومنت برايك علشان ناس كتير تشوفه، وسبسكرايب للقناه علشان في فيديوهات مهمه جدا هنزلها باذن الله الفتره الجايه. مبدئيا كده تم القبض على ليلى الشبح وفي بيتها. مين هي بقى ليلى الشبح دي؟ تابعوا معايا. بتاجر في العقارات وجوزي عنده معرض سيارات. نعم. الكلات ده اللي هو عقارات. يعني ايه؟ عقارات شقق واراضي. عقارات. عقارات. انا مش سامعه. وجوزي عنده معرض عربيات سيارات يعني. واسمه المعلم فؤاد الشبح. المعلم ده بيتقال على الجزار بيتقال. لا مش بالشرط. طبعا هو تاجر العربيات بيكون ايه يعني. معلم ايه؟ فؤاد الشبح معروف جدا بين التجار بتوعي. اول واحد ركب عربيه الشبح في مصر اول ما العربيات نزلت المرسيدس. لا انا بقول لك في عربيه. فهو اول واحد اللي هو ركب العربيه الشبح في مصر، عشان كده طلعوا عليه الشبح. هو كبير في السن؟ مش كبير ولا حاجه، اكبر مني ب 19 سنه يعني عادي. وانت عندك كام سنه؟ 34. يعني عندي 54. مش انت متعلمه لغايه فين؟ يعني معايا معهد ألسن سنتين حسب آلي. وهو معهوش غير الاعداديه متهيألي او الدبلوم. كابتن عبد الرحيم وعياله. دي بقى ليلى الشبح. وطبعا زي ما كلكم عارفين لما مروة اللي كانت بتقول على نفسها انها بنت حسني مبارك، انها قالت ان اسم ليلى الشبح جابت سيرته من ضمن الاسماء اللي قالت عليهم انهم ليهم علاقة بتجارة الاعضاء. طيب ايه علاقتها بكروان مشاكل وايه اللي حصل بينه وبينها وليه اتحبس؟ ده اللي هنعرفه. بس قبل ما نعرف ايه قصتها مع كروان مشاكل تعالوا بينا نسمع الفيديو ده لما ظهرت مع كروان مشاكل وهي بتهدده. مش انت امال ايه؟ مفيش اي حاجه لا الشبح اختي ومفيش حاجه. ايوه ماشي. انت دلوقتي في انا مش قصدي عليك، انا ماشي من البت اللي بترقص. مين اللي بترقص؟ صاحبتك. لا مش صحبتي، هي واحده كانت معاك على الجوله. ايوه دي أمل. انا ما اعرفهاش اصلا. فبتقول لك بس. دي حبيبتي ليلى الشبح. انت رديت قلت ايه؟ بقول ما لها يا تقولش الشتيمه. لمين؟ ليا. لكن مش ليا يا جماعه. خلاص مفيش حاجه. مش ليا يا جماعه. فانا عنده اهو في الحدايق. نورتينا. ما انا نورتك وشرفتك وشرفت البلد اللي انت فيها عشان انا حد جدع، والرجاله الجدعه اللي موجوده في منطقتك. ايوه خلاص خلصان. طبعا التهديد غير مباشر، ده غير انها كمان في نبرة صوتها عايزة تقوله انت ما تعرفش انا مين يعني ولا ايه. طب ايه اللي حصل بقى؟ هنسمع دلوقتي حالا في الفيديو الجاي ان شاء الله القصة كاملة ما بين كروان مشاكل وما بين ليلى الشبح. تعالوا بينا نسمع الفيديو. مشاكل قصته ايه؟ كروان مشاكل راح عند، بص انا هتكلم بالمفتشي، يعني انا بكلمك كلام واثق فيه حصل على السوشيال ميديا. كروان مشاكل لما اتشهر انا اول واحد وقفت مع كروان مشاكل عشان هو من اسره يعني على قدها، اسره يعني بسيطه. كنت بدعم كروان وكروان كان بيقول لي على كل حاجه بتحصل معاه. شوف انا بقول لك ايه، كل حاجه كروان كان بتحصل معاه بيجي يقول لي مثلا يا فلاني ده حصل لي كذا كذا كذا. راحت مين يا معلم عشان تركب عليه ترند وتاخده وعندها وتوريه للناس؟ ليلى الشبح جت قالت له تعالى انا عازمك عندي. عازماك عندي. هو في واحده مثلا سامحني لو هي عندها وعندها تعزم ولد من الشارع ولا جاي من هنا ولا من هنا؟ الا لما يكون في مصلحه عادي. الا لما يكون في مصلحه خدته قعدت تاكله، انت واخد بالك؟ تاكله وتشربه وراحت جابت له بردك نفس السيناريو اللي احنا شايفينه، يعني نفس السيناريو اللي احنا شايفينه. راحت جابت له هدوم وبنطلون وضحكت على الواد، والواد بقى مش مصدق نفسه. الولد كلموه في الموضوع. الولد كروان ده على قد ما هو دماغه رايحه منه على قد ما هو ذكي. قال لهم لا، قال لهم انا مش هبيع يا ابني، دي حته صغيره
ده ناخد زي ما الافلام كده، اللي هناخد الانترلوب وهتعيش زي الفل. قال لهم لا، ده الانترلوب ما ينفعش يتباع كده، نفس القصه. طب ازاي بقى عشان الولد ده ما يطلعش يفتح لايفات ويرمي كلمه من هنا وكلمه من هنا نحبسه ازاي؟ في نفس الوقت اللي كان فاتح لايف مع مداهم طلعوا واحده من عندهم برضك. بص قالت ايه البنت، اسمع بسرعه. انا صاحبه مين؟ اقول لك تعالى اقول لك انا صاحبه مين وصاحبتها حبيبتها قوي على نفس الناس كلها. بس هي الشبح حبيبتي، انا الشبح. وراح شاتم الولد، راح شاتم قال لها دي فلانه فلانيه دي فيها وفيها وفيها وفيها. ليه شتم بقى؟ عشان هي مكلمه على موضوع الاعضاء. انت واخد بالك؟ خلي في فرصه ان انا اقدر اقوم بيك بان انت اتشهرت بيا وشتمتني. ما هم كانوا عايزين كده من بدري، والمحامين ما شاء الله بقى في القصه. هو الموضوع كبير واكيد في حاجات كتيرة احنا لسه ما نعرفهاش، بس كله هيتعرف مع مرور الوقت. ولما اتقبض عليها اول حاجة قالتها انتوا ليه جايبيني انا مع اني انا ما اتذكرش اسمي. اول حد اتذكر اسمه في موضوع تجارة الاعضاء هي الفنانة وفاء عامر، وهو سؤال منطقي. اما بالنسبة لصانع المحتوى محمد عبد العاطي، فهو اول حاجة قالها لما اتقبض عليه قال لهم يا جماعة انا ماليش في الليلة دي الكبيرة قوي دي، انا كل اللي انا بعمله فيديوهات هلس وهزار وبس، مش اكتر من كده. انا ماليش في تجارة الاعضاء ولا في اي حاجة من الليلة دي. ولو وصلت معايا للدقيقة دي من الفيديو اتمنى منك لايك وكومنت برأيك وسبسكرايب للقناة علشان تشوفوا الفيديوهات اللي انا هنزلها ان شاء الله. وباي باي.